السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني وأخواتي. ليس من طبعي ويشهد الله ورسوله أني أرد على الإساءة بالمثل، لكن بعض الأحيان نحتاج الرد على بعض التافهين من باب التوضيح، ليس إلا. الكل شاهد ولاحظ وتداول موضوع اختفاء ما تسمى بوردة اللا عراقية. منهم اللي قال انقتلت، ومنهم اللي قال سافرت خارج العراق، ومنهم اللي قال انخطفت، وكثير من الروايات وكلها كذب في كذب. اخواني، حتى انطيكم تسلسل الاحداث من باب استقراء للواقع اللي صار. هاي الامرأة بعد ما صدرت بها اوامر قضائية من قبل الحكومة العراقية المحترمة ومن قبل القضاء العراقي المحترم بتهم عديدة، منها التمجيد بالهدام والإساءة للمرسوم الجمهوري والتهجم على الحجاب العراقي والإساءة إلى آل بيت رسول الله، حيث هي قامت في أكثر من محفل على شكل حفلات، قامت على شكل حفلات في ذكرى وفيات واستشهاد الأئمة المعصومين وغير المعصومين. هذا جانب. تسلسل الأحداث ومن باب الاستقراء مرة أخرى، هذه الأمرأة بعد ما صدرت بها أوامر تفاجأنا بجروب خاص مقيمين خارج العراق يقودهم شخص اسمه أحمد الكاسر، مقيم في ألمانيا أو بريطانيا حسب ما فهمت. هذا الشخص ويا مجموعة شباب علنوا أنهم ما يخلوها تبات يوم واحد بالسجن، وهاي البثوث والمقاطع المصورة هي تثبت كلامي، أنا ما جايب الكلام من جيبي. وأتذكر واحد من هذول الأشخاص رفع 20,000 دولار بتصوير وبث مباشر، قال ندفع ذين الفلوس كلها وما نخليها تدخل ساعة واحدة بالسجن، وأصروا أنه يحموها، ونصبوا لنا العداء وبدوا علينا بوابل من السب والشتم والاتهامات الباطلة. كل هذا لأنه احنا ناس علنا تطوعنا نحارب المحتوى الهابط، لأنه المحتوى الهابط يشكل خطر على الأجيال. احنا نتحمل الإساءة، نعم، في سبيل الله، لأن اليوم اللي يمشي بهيك مشروع هو أكيد متوقع إساءة وسب وشتم، لكن المو متوقع انه مجموعة شباب يدعون نفسهم هم عراقيين أصلاء، لكن هم مو عراقيين أصلاء، مقيمين خارج العراق، وعلى رأسهم أحمد الكاسر والجروب الخاص به. هذول شكلوا فريق وخط دفاع مستميت على ما تسمى بوردة الناصبية، وقرروا يهربونها خارج العراق، فوجهوها ولقنوها تتكلم بواحد من البثوث وتدعي وتفتري وتتكلم على أمن كربلاء، وحاولت توهم القوات الأمنية أنه أكو أمور خطرة راح تصير أثناء الزيارة، وهذا كله كذب في كذب. وجهت كلام جارح للسيد معالي وزير الداخلية وللسادة المسؤولين، وناشدت حتى رئيس الوزراء، وتبلت وسوت أشكال، وكان هذا كله تلقين. لكن بالنهاية شنو؟ بالنهاية ادعت أنه بعد ما راح تكمل هذا المقطع لربما تقتل. طبعا هذا كله سيناريو مهيئ ومعد من قبل أحمد الكاسر في سبيل شنو؟ يهربوها، لأن الخطة هيك الظاهر صارت. فعلا ظهرت ببث وتكلمت كلام غير منطقي ما استوعب الشارع العراقي وما استوعبت القوات الأمنية، لأن نجاح الخطة الأمنية مرهون بالقوات الأمنية، ما مرهون بالبردة العراقية. نعم، فعلا بعد يوم أو يومين نشرت لنفسها صورة على أنه هي مقتولة، وخلت هاي الخادمة السورية أو هاي الامرأة السورية اللي مقيمة بكردستان العراق تدعي أنه هي انقتلت، وتوجه كلام جارح للأجهزة الأمنية، وأنتم سبب وأنتم كذا من هالأمور. واتضح أنه لا أكو جثة ولا أكو هذا الأمر. بعد ما شافوا الموضوع ما استوعب الشارع العراقي ولا الجروبات ولا نشر خبر مؤكد، نشروا لهم صورة مفبركة على أنه هي واقعة والدم سايل. طبعا هو علميا بعد الاستشارة بذوي الاختصاص من أصحاب المختبرات الطبية أنه هل يصير هيك حالة هذا الدم منظره؟ قالوا لا، الدم يكون سائل، إذا الجثة تكون واقعة، إذا نفترض هذا الكلام، إذا الإنسان يقتل فيصير الدم جوا راسه سائل مثل الصينية وليس بقع، فهذا أمر مفبرك. انتهينا من هذا الموضوع. قضية احتقال وكذا وما شابه ماكو لحد الآن، صح هي ملاحقة نعم، لكن الترتيب اللي سواه أحمد الكاسر ومجموعته أنه قالوا لها تكلمي هذا الكلام ومن ثم اختفي، ومن ثم نشر الصورة على أنه أنت قتلتي، حتى شنو؟ يهربوها خارج العراق حتى ما تصير ملاحقات قانونية بحقها، على اعتبار شنو؟ أنه انحسب موضوعها وانقتلت، والناس اللي كانوا يتكلمون بحقها والأجهزة الأمنية اللي كانت مستنفرة تدور عليها راح يتركون الموضوع على اعتبار شنو؟ انقتلت، وهم علنوا أنه انقتلت بتركيا مو بالعراق. طبعا هذا كله سيناريو، هذا كله رتبه أحمد الكاسر، وأحمد الكاسر مع الأسف يدعي أنه
من المذهب الشيعي، لكن أنا أشك بهذا الموضوع، لأنه هو انتفض وانزعج لأنه القضاء العراقي صدر بحقها أوامر بالتمجيد بالهدام، فأكيد هذا كان عنده حب للهدام وانتماء، قد يكون من عائلة بحثية، وهذا شيء مؤكد، لأنه اليوم ماكو عراقي شريف ينتفض الوحدة تتعرى ليل نهار ويقول هاي أخته، فهي ذا أخته هنيئا له أخته، لكن خليه يكون في باله. أخاف حاول يقنع بعض السذج ببعض الكلام، احنا ما تنطوى علينا هاي الأمور، احنا مؤمنين إيمان مطلق انه احمد الكاسر سوى هاي الخطة كلها في سبيل يهربها خارج العراق بأوراق مضروبة عن طريق تركيا، وهو اللي اعلن بأكثر من مقطع جمعوا لها مبالغ وهربوها قشق. فاللي يتحمل المسؤولية والمساءلة القانونية في رأيي وفي رأي الناس العقلاء هو أحمد الكاسر والجروب اللي خاص به، لأن هم شكلوا خط دفاع مستميت عليها، وأكثر من مقطع إنه لازم يساعدونها وهي دخيلتهم ولازم يجمعون لها الأموال ولازم كذا. وأنا متأكد لو جايتهم امرأة شريفة عفيفة زوجها شهيد أو عندها أيتام تناشدهم درهم ما راح يعطوها، لكن هاي لأنه مجدت بالهدام والقضاء العراقي صدر بها أوامر انتفضوا وقرروا يهربونها. وهذا ردي البسيط لبعض التافهين من القوم أمثال أحمد الكاسر وغير أحمد الكاسر. أتمنى رسالتي توصل، وأتمنى رسالتي تنوخذ بعين الاعتبار من الناس الخيرين اللي عايشين بأوروبا وباقي الدول اللي ينتمون للخط الشريف التيار الصدري أو باقي التيارات، إنه يحاسبون مثل هيك شخصية، ولا شو تفسرونها أنتم؟ أنا آسف على طالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.